شكري السماوي المنسق العام لمهرجان قفصة للمسرح الدورة 18. انعقدت اليوم بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة ندوة صحفية لتقديم فقرات برنامج الدورة 18 لمهرجان قفصة للمسرح. هذه الدورة اللي اخترنا لها اسم المرحوم محمد فوزي الراشد، هذا الفنان المسرحي الذي كان من مؤسسي مهرجان قفصة للمسرح. يعني هذه الدورة تشهد مسابقة رسمية تشارك فيها 5 هياكل إنتاج مسرحية محترفة في المسابقة الرسمية. إلى جانب المسابقة الرسمية هناك عرض الافتتاح لمركز الفنون الدرامية والروحية بصفاقس. كذلك هناك مشاركات عربية شرفية تفتح المهرجان على هذه التجارب وتقديمها للجمهور العريض في مدينة قفصة. المشاركات باش تكون إن شاء الله من مصر، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا. كذلك الندوة الفكرية اللي محورها السنة حول المسرح العربي والتغيرات الاجتماعية اللي باش تكون إن شاء الله يوم 19 ديسمبر. يدخل فيها العديد من الأخصائيين العرب في هذا الجانب وفي هذا المحور، إلى جانب الورشة وورشة التكوين اللي باش يشرف عليها الأستاذ عاطف بن حسين. الورشة باش تكون إن شاء الله حول الممثل أمام الكاميرا. يعني هذه أهم فقرات البرنامج، وإن شاء الله مهرجان قفصة للمسرح في الدورة 18 يكون منارة للمسرح في تونس، وتمنيت أن الجمهور يكون حاضر وفاعل في هذه الدورة.